اهلا بيك يا سيدي في حلقه جديده مع اتعلم مع العسال، والنهارده الحلقه رقم 6 في كورس الباور بي اي. وتعالى ان شاء الله في الحلقه دي هنشوف بقى، هنبدا هنحط اول يعني مفك، او هنحط ايدينا ونشد اول خط في الداكس في الباور بي اي. لان طبعا الداكس بين الحاجات المهمه جدا 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 في الباور بي اي، اللي هي بتفرق بشكل كبير قوي، بتفرق مع ناس جامد قوي. فالنهارده هنتفرج على ايه هي الميجرز في الباور بي اي، وازاي نستخدمها بشكل حلو، وازاي تساعدنا بشكل مبدئي، وازاي ان احنا نقدر نحسب بيها ارقام، ونبدا نستخدم المعادلات او الداكس فورمولاز في الباور بي اي. فهخش دلوقتي على طول على الكورس ده. وما تنساش طبعا ان احنا زي ما انا قلت لك دايما، ان بعد الكورس ده ما يخلص ان شاء الله هيبقى في كورس كبير جدا ان شاء الله، فيه تفاصيل اكتر باستفاضه هنعرف نحطها، لان مش هنعرف نحطها هنا على يوتيوب، وهيكون موجود على الموقع بتاعي على السال.com، وهيبقى كورس مسجل كبير لكل ما يخص الباور بي اي على قد ما اقدر ان شاء الله باذن الله. فتابعنا دايما عشان تعرف ايه الجديد، وروح على السال.com ويلا بينا. يلا يا سيدي نشوف مع بعض ايه قصة الميجرز دي. الميجرز دي يا سيدي طريقة عشان خاطر نعمل بيها عمليات حسابية باستخدام حاجة شبه معادلات زي المعادلات في الاكسل كده، بس هنا بيبقى اسمها، بنستخدم حاجة اسمها الداكس. الداكس هي شبه المعادلات بتاعت الاكسل، بس هنا بتبقى ليها شكل وانماط مختلفة شوية بسيطة، فرق بسيط، وليها اساسيات معينة لازم تشتغل بيها، ما ينفعش انت تشتغل بغيرها. طبعا لو انت كنت واخد معايا مثلا كورس الاكسل اللي هو الاكسل بيزك تو ادفانس، او حتى اشتريت كورسات الاكسل مثلا اللي هو كورس الاكسل والجداول والتنسيق الشرطي اللي على الموقع عندي، فساعتها كنت هتبقى يعني هيتسهل عليك فكره ان انت بتتعامل ازاي مع البيانات، لان احنا كنا بنستخدم طريقه ان احنا ننادي على البيانات باستخدام ما يسمى المرجعيه بتاعه الجدول، وهي دي الطريقه اللي بنستخدمها هنا في الميجرز. طب الميجرز اصلا كده كده موجوده دايما وبتتحسب بشكل تلقائي هنا على طول عندنا في الباور بي اي. اصلا لما انت تيجي مثلا، انا فاكر لما احنا عملنا، رحنا كده جبنا كارد، انا هجيب كارد من هنا كده وهدوس عليه اهوت، فبقى عندي كارد هنا، ورحت مثلا من جدول الفاكت سيل، رحت مثلا جبت البروفيت، الربحيه، وحطيته في الفيلد هنا اهو. فبقى عندي هنا حسب لي هنا كده زي ما انت شايف اهو، حسب لي ايه هنا ايه، ادي كده بقى كارد عندي بيحسب السم اوف بروفيت، اجمالي الربحيه 9,920,000. فده السمشن، السم بتاع الربحيه. فده كده يعتبر ميجر، لان هو معمول عمليه حسابيه على القصه دي، فيعتبر هنا ايه، اسمه ميجر. ماذا لو ان انا عايز اعمل measure بتاعي انا، حاجه ليا انا على مزاجي انا؟ على سبيل المثال مثلا يا سيدي، لو انا فلنفترض ان انا عايز احسب مثلا نسبه الربحيه بتاعتي، ربحيتي نسبتها قد ايه. فعشان احسب ربحيتي فانا هقسم الربحيه بتاعتي، الارباح بتاعتي، البروفيتس بتاعتي، هقسمها على الاجمالي excluding التاكس، الاجمالي من غير الضريبه، هقسمه عشان على الاجمالي غير الضريبه عشان اعرف انا كسبت قد ايه، نسبه مكسبي قد ايه. طيب ازاي نعمل الكلام ده؟ عشان نعمل الكلام ده محتاجين ان احنا نلجا للداكس، او ان احنا نعمل ما يسمى بالميجر. لاحظ كده لما تيجي فوق انا بقول لك ايه، نيو ميجر. الميجر دوت هو اللي هيساعدنا ان احنا نعمل القصه دي، او نعمل العمليه الحسابيه دي باستخدام الداكس. لاحظ بص يقول لك هنا ايه، رايت ا داكس اكسبريشن، عشان يحسب قيمه من البيانات بتاعتك. تقدر تستخدمها من هوم هنا نيو ميجر على طول، او من موديلنج هتلاقي في حاجه اسمها نيو ميجر هنا برضو، وتعرف تعملها من وانت واقف في الريبورت فيو، او انت واقف في التيبل فيو، تقدر تعمل نفس الكفاءه اللي هنا عندك برضو هنا نيو ميجر اهو. فتعالى نرجع تاني وتعالى نحسب ميجر بتاعنا اللي هو بيقول الكلام ده. فانا هروح اعمل ايه وانا واقف في البيانات بتاعتي كده، وانا على قائمه هوم عادي، هقول له نيو ميجر، هدوس على نيو ميجر، هدي راح فاتح لك حاجه كده شبه ايه، شبه الفورمولا بار بتاع الاكسل. هنا بقى يبقى الداكس بار، وهنا مدي لك اسم للميجر. طبعا اي ميجر هنا لازم يكون ليه مسمى، فاحنا هنسمي الميجر بتاعنا دوت، احنا عايزين نحسب الربحيه، فانا هسميه بروفيتابيلتي. طيب عشان احسب الربحيه محتاج ايه؟ محتاج زي ما احنا قلنا، محتاج اجيب اجمالي الربحيه بتاعتي اللي هو السم اوف بروفيت اللي عندي هنا دوت، واقسمه على الاجمالي اكسكلودنج التاكس، اجمالي المبيعات بتاعتي من غير الضريبه. طب هعمل الكلام ده ازاي يا سيدي؟ محتاج ان انا اول حاجه اروح اعملها، محتاج ان انا اعمل عمليه جمع، فانا محتاج اعمل سم. فهتلاقي هنا في معادله اسمها سم اهي، والمعادله بتاعت السم دي شبه المعادله بتاعت السم بتاعت الاكسل عادي جدا، معادله جمع. لاحظ لما دوست تاب وفتحت معادله سم، لقيته راح جايب لي لسته. الليسته دي يا سيدي هي لسته بكل الاعمده اللي في الجداول بتاعتي. لاحظ ده جدول الفاكت سيل، ودي الاعمده اللي جواه، ده الستوك ايتم، وده الاعمده اللي جواه، والامبلوي الاعمده اللي جواه، وهكذا. فاقدر انادي على اي واحد، فانا اقول له انا عايز من جدول الفاكت سيل، فهكتب جدول الفاكت سيل. لاحظ هو كده ايه، فهم ان انا عايز جدول الفاكت سيل، وساعتها انزل اختار البروفيت، فانا اقول له هدوس على البروفيت، فانا كده ايه، كتبت الفاكت سيل عمود البروفيت، فكده جمعت عمود البروفيت، واقفل معادله سم. لو انا سويفت لحد انا دوست انتر، فهو كده هيعمل لي ميجر، بيعمل ايه، بيحسب اجمالي الفاكت، او بيحسب اجمالي المبيعات بتاعه البروفيت بتاعي. بس انا عايز الكلام ده اعمل ايه بقى، اقسمه، هعمل اسمه،
باعمل اسم، هاقسمه على مين؟ هاقسمه برضه هاعمل sum، هاقسمه على الإجمالي برضه من الfact sale على إجمالي بقى إيه، أنزل تحت شوية كده وأكتبه بإيدي اللي أنا عايزه على إجمالي الtotal excluding الtax، إجمالي بتاع المبيعات بدون الضريبة، وهادوس tab وأروح قافل القوس برضه. فكده الprofitability بتاعتي أصبحت إن هي تجمع الfact sale، تجمع الprofit اللي في الfact sale تقسمه على الجمع بتاع الtotal excluding الtax في عندي هنا، وهادوس enter. فكده يا سيدي بقى وكده أنا عملت الmeasure بتاعي خلاص. هتقول لي طب هو الmeasure بتاعك ده موجود فين؟ هتيجي تبُص هنا كده لاحظ إن إحنا كنا واقفين على الDEM City هنا، فهتلاحظ الprofitability بقت موجودة هنا أهو، هتلاقي بُص بقى موجودة عندك هنا، ولاحظ شكله دوّة شبه الcalculator كده، ده معناه إن هو دوّة اتحسب، فهو اتحط هنا يعني بالغلط يعني فاهمني، هو اتحط هنا بالغلط، فأنا ممكن أعمل له delete من الmodel. لاحظ كده لمّا أنا آجي هنا واقف على الmeasure نفتح إحنا قفلنا data بالغلط، لاحظ كده هنا إيه لمّا آجي أدوس عليه هتلاقيه بينزل لك تحت يقول لك delete from model أو تمسحه من الmodel بتاعك أو تعمل له hide زي ما أنت عايز، فأقدر إن أنا أعمل له model أشيله، طبعًا ما أقدرش أشيله وأحطه في حتة تانية، يعني ما أقدرش أشيله وأحطه في حتة. طيب هل الصح إن أنا أسيبه هنا زي ما هو والّا إن أنا أحطه في حتة تانية؟ لأ الصح طبعًا إن إحنا ما نسيبوش كده، عشان كده لازم تكون محدد الtable أو الجدول قبل ما تعمل الmeasure، فيستحسن إن إحنا نقول له delete من الmodel، امسحه من الmodel بتاعنا، فمسحته أهو. وساعتها بقى لمّا آجي أعمله تاني فهاختار إن أنا أعمله على مين، على الfact sale عشان خاطر دوّة المكان اللي فيه كل الأرقام، كل العمليات والأرقام بتاعتي هتكون موجود هنا. فتعالَ نعمله تاني مع بعض عشان نشوف العملية بتتم إزاي، هاقول له new measure وساعتها هاسمي الmeasure بتاعي profitability أهوّة، وساعتها هاقول له هات لي الجمع، هاعمل sum والsum دوّة هيبقى عبارة عن الfact sale، هات لي عمود الprofit أهوّة، واقفل الsum وهاقول له اقسم الكلام دوّة على الجمع برضه بتاع الfact sale على من عمود الtotal excluding الtax، واروح قافل القوس ودايس enter. فساعتها كده هتلاقي هنا بقى لمّا نيجي نبُص هنلاقي الprofitability بتاعتي بقت موجودة جوّه الfact sale، ودي العلامة بتاعته علامة الcalculator دي علامة الmeasure عشان تبقى عارف العمليات بتاعتك منها. وساعتها لو أنا كده جيت هنا كده رُحت عامل card، حطيت card جديد أهوّة، أروح واخد الإيه الprofitability بتاعتي أحطها هنا في الfield، هيظهر لك أهو نسبتها 50%. ده كده الprofitability بتاعتي أو نسبة الربحية بتاعتي بمنتهى السهولة، قدرت إن أنا أطلّعها بهذه الكيفية. طيب يا سيدي، هل إحنا ممكن نعمل إيه تاني؟ هل أنا ممكن أغيّر من شكل الformatting؟ يعني أنا كده جاب لي 0.5، هل ينفع أعملها percentage؟ آه طبعًا ينفع. طب إزاي إن إحنا نعمل الكلام دوّة؟ هنروح يا سيدي على الtable view، هتيجي هنا على الtable view هتدوس عليها، وبعد كده لاحظ إن إحنا already واقفين على الmeasure بتاعنا، لإن إحنا دايسين عليه هنا من الجنب أهو على الprofitability، وبعد كده هاجي فوق كده هالاقي في حاجة اسمها formatting اللي هو التنسيق، وساعتها من general هاقول له خلّيه لي percentage، وهنا هاختار علامات العشرية اللي تبان، ممكن أقول له علامة عشرية واحدة بدل علامتين عشريتين، وساعتها لمّا أرجع على الreport view بتاعي وأدوس هالاقي هنا جاب لك 49.9، دي نسبة الربحية بتاعتك أو نسبة الprofitability بتاعتك. وكده يا سيدي قدرت تستخدم الmeasures في الموضوع ده. طب هل إن أنا الmeasures دي لازم يعني أعمل فيها عمليات؟ لأ، أنت ممكن تعمل أرقام. إزاي؟ يعني أنا ممكن آجي أدوس برضه على الfact sale هنا وأقول له اعمل لي new measure وأقول له الmeasure دوّة سميه مثلًا على سبيل المثال سميه الtarget. أهو أنا بُص عملت measure سميته target أهو، وأقدر أحط رقم مُثبت، يعني أقول له مثلًا حُط لي الtarget مثلًا فلنفترض مثلًا 11.000.000، أدي كده 11 1، 2، 3، 1، 2، 3 عملنا target اسم 11 Windows End. فكده بقى عندي هنا هتلاحظ تحت هنا كده بقى عندي إيه، بقى عندي أهو حاجة تانية اسمها target، وأقدر برضه إن أنا أحطها في card كده وأقدر أجيبها وأحط الtarget ده هنا أهو، وبقى عندك أهو 11.000.000 ده الtarget بتاعك. فتقدر تعمل measures دي بأي كيفية بأي شكل، وبعد كده عندك فرصة أو طريقة إن أنت تعمل بيها تحط بيها بياناتك، سواء إنك عايز تعملها عملية حسابية فتعرف تعمل عملية حسابية زي ما أنت عايز، تحط الرقم ده تاخده وتعمل بيه اللي أنت عايزه، أو حتى إنك تكتب رقم بإيدك مُصمت بمنتهى السهولة يا سيدي. أتمنى الحلقة النهارده إن شاء الله تكون عجبتك، ما تنساش طبعًا تعمل لايك وسبسكرايب لو الفيديو عجبك، وحاول إنك تعمل سبسكرايب لأن في ناس كتير بتتفرج مش بتعمل لنا سبسكرايب، فيعني يا ريت نعمل سبسكرايب يا شباب كده، ده طبعًا بيفرق معانا جدًا، بيفرق مع القناة بشكل كبير. ولو عايزين تدعمونا برضه طبعًا يا ريت عشان خاطر يعني ده بيفرق معانا جدًا، فإحنا إن شاء الله نستمر دايمًا في إن إحنا نقدم لكم محتوى يليق بيكم، وأشوفك على خير دايمًا يا رب إن شاء الله، ومع ألف سلامة.